السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالي. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من واحد لايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا. اليوم غنوجد معكم صراحة هاد الحوت او السردين، شرائح السردين اللي كنا كنوجدوه زمان على الطريقه ديال الام ديالي. فهنا بالنسبه للمقادير غنحتاجو كيف ما كتلاحظوا القزبر ومعدنوس اللي كيكونوا مقطعين لقطع صغيره، واللي عنده الهشوار يقدر يستعمل الهشوار. غنضيفوا التوابل كيف ما كتلاحظوا معايا، ضفنا سكينجبير، الملحه والخرقوم والقليل من الابزار مع الكمون، وغنضيفوا ايضا الثوم محكوك. فهنا ايضا ضفت واحد الملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، وايضا القليل من الزيت. صراحه كل واحد وكي كيحضر الحشوه ديال السمك فهي صراحه كتوجد هذه الحشوه بهذه الطريقه كتجي رائعه، كتجي لذيذه. وهاد الطريقه اللي كنستعملوا بها هذه الحشوه مبقاتش كتستعمل صراحه. فقدنا الكثير من الاطباق اللي كنا كنوجدوها في ايام زمان، صراحه كانوا كيجيو رائعين. لاحظوا معايا هنا السردين من بعد ما غسلته مزيان وحيدت له داك العظم اللي كيكون في الوسط ونقاته من داك العظومه. فهنا كتوضع فيه الحشوه في الوسط بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. كتستمر بنفس الطريقه حتى كتكمل كاع الكميه اللي عندنا. فهنا من بعد ما كملات لاحظوا معايا كتوضع السردين عاوتاني من فوق بهذه الطريقه. صراحه هذه الطريقه راها معروفه، طريقه اللي قديمه من ايام زمان كنوجدوا الشرائح ديال الحوت اللي صراحه كيجيو رائعين. فمن بين الاطباق المغربيه كنوجدوا هذا الطبق ديال الحوت هذا، صراحه كيجي غزال وكيجي لذيذ. فهنا من بعد ما كملنا غادي نضيفوا القليل من الدقيق ديال الفينو اللي صراحه كيعطي واحد القرمشه رائعه لهذا السمك، كيعطي لها واحد القرمشه رائعه. فهو كيجي حرش افضل بكثير من اننا نضيفوا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات او دقيق الفورص. فهنا هي الزيت ديالي من بعد ما سخنات. لاحظوا معايا هنا من بعد ما كتسخن الزيت كنوضعوا السمك ديالنا بهذه الطريقه هذه. فيمكن لكم توضعوهم حتى في الفران، ماشي ضروري انكم تقليوهم، يمكن لكم انكم توضعوهم حتى في الفران، صراحه غيجيو رائعين. ولكن انا كنفضل انني ناكلهم مقليين، كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذ بزاف. فهنا من بعد ما كيشدوا راسهم كيف ما كتلاحظوا معايا كنكونوا مجهدين في الزيت او عفوا في البوطه باش كتسخن الزيت باش الحوت ديالنا ما يشرب ليناش الزيت. وهنا كنقلبوهم على الواجهه كيف ما كتلاحظوا. كنستمر بنفس الكيفيه. فهنا
السردين ديالي راه تقلى كنحيدوه. وكان هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، فنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هنا وجدته كيف ما كتلاحظوا معايا، زينته بقليل من زيت الزيتون مع القليل من الخضروات اللي كانوا مرافقين الزيتون.